بص يا برنس، انا بحب التصريحات دي. يعني التصريح بتاع الراجل بتاع سيمبا ده يقول لك احنا لازم نكسب، احنا خلاص بقى، احنا زينا واحنا نطلع الاهلي. بص انا بحب الحاجات دي، ولكن خلينا نتفق ان ماتش سيمبا صعب، ان ماتش سيمبا انا بخاف منه ماشي، ولكن باذن الله الاهلي قدها، وهناكل سيمبا هناك، هناكلها كده ماشي، وباذن الله هنكسب سيمبا. الماتش صعب، الماتش الاستاد متقفل وكل الكلام بي ولكن احنا الاهلي، يا ساده، اسياد افريقيا، اسياد القاره دي، تمام. ولكن الماتش صعب جدا والفرقه رخمه، وعارفين التصريحات بتاعتهم دي بتفكرني بواحد اللي هو عمال يقول وي واحنا هنعمل واحنا هنسوي واحنا لازم نخرج الاهلي يا باشا بلاش التصريحات. ولكن انا بحب التصريحات دي، بحب الثقه، بحب الناس اللي بيبقى عندها ثقه دي. روح اسال اللي قبلك، يا بيه، مش هقول لك في افريقيا، روح الدوري السعودي، اسال الاتحاد، اسال الهلال، قعدوا يقولوا ويك 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 وما تعرفش الاهلي عامل فيه. طبعا انت عرفت انت عرفت الاهلي عامل فيهم ايه، تمام. ولكن يا برنس تاريخ مواجهتنا مع سيمبا، احنا لعبناهم يا برنس يعني 8 مرات، احنا كسبناهم 3 وهم كسبونا 3 وتعادلنا 2، يعني متعادلين في كل حاجه، تمام. يعني مباراه اللي جايه ديت صعبه. ماتشنا لما كان معاهم في الدوري الافريقي كان ماتش رخم وصعب وكل الكلام ده، ولكن بتمنى من كولر ان يكون مركز. عندنا اصابات وحالتنا تصعب على الناس، ولكن مش مشكله، احنا الاهلي بنكمل باي حاجه وبنستمر. هي الظروف الصعبه دي اللي بتجيب لنا البطوله. عندنا اصابه الشناوي، امام عاشور، الشحات ما سافرش، كل الكلام ده تمام. ولكن باذن الله هي دي الظروف اللي بتخلي الاهلي يرجع لمكانته تاني ماشي. ولكن كولر بتمنى ان الماتش ده هيبقى محتاج سرعات وتقفيل مساحات والكلام ده كله. بتمنى كولر يبقى مركز ويبقى في يوم، وانا عارف كولر من المدربين اللي هو بيركز في التفاصيل، وانا واثق في جد كاريرو هيعمل ايه مع فرقه سيمبا بنت ام سيمبا دي، اللي باذن الله هنقدم مباراه كبيره جدا جدا امامها. بص التشكيل كده وتوقعاتي، يعني هي مصطفى شوبير مفيش خلاف، رامي الربيعه مع عبد المنعم، الاثنين قلوب دفاع. ناحيه اليمين محمد هاني، ويا ريت يعني تركز، عاوزك تفوق كده والنبي يا صاحبي، تفوق كده وتعمل لنا جبهه يعني دفاعيه كويسه طيب، او هجوميه كويسه، او الاثنين يا سلام، تبقى عملت معانا الصح. ناحيه الشمال هيكون علي معلول، الاثنين بقى هيكونوا في نص الملعب، يعني هيكون مروان عطيه، والناحيه الثانيه بقى يبقى عندك بقى ايه، لاكوكا. فانت تقعد تفكر للسوليه، ما هو امام متصاب. فانا توقعاتي كوكا ومروان عطيه، الاثنين هيكونوا قلوب دفاع، قصدي الاثنين هيكونوا ديفندرين في نص الملعب. هيبقى معاهم بتهيألي قفشه، يعني عمال مجمع التشكيل، يبقى كوكا ومروان وقفشه، دول الثلاثه اللي هيكونوا في نص الملعب. اما من ناحيه الهجوم يعني هيكون يا باشا بيرسي تاو ناحيه اليمين، رضا سليم يا ريت ناحيه الشمال. وفي الهجوم توقعاتي يعني هو هيبدا بموديست، في الهجوم، فمش هنغير مش هنألف، هيبدا بموديست في الهجوم. الماتش ده هيكون مثلا عاوز واحد زي كهربا، يعني مش عارف رضا سليم ما شفتش القائمه بتاعي مثلا ممكن، بس انا هيبدا بموديست ما فيهاش خلاف، هو هيبدا بموديست في الهجوم. ده تشكيل النادي الاهلي كده من وجهه نظري، برضو عاوز من وجهه نظرك ايه التشكيل برضو. ولكن بتمنى من اللعيبه يعني تكون مركزه، والماتش انا عارف صعب، وباذن الله مصطفى شوبير يقدم مباراه كبيره جدا جدا هناك يا برنس، لان المباراه صعبه جدا جدا يا برنس، ومن المباريات الثقيله ومن المباريات الرزله جدا. يعني انت تيجي تقول اهلي وسيمبا، خلاص سيمبا بعد الصفقات اللي هم عمالين يعملوها، وتحس بقى عندهم استثمار والكلام ده كله، والتصريحات بقى عندهم ثقه والجمهور في ظهرهم والملعب متقفل، فدي ماتشات رخمه. والملعب بصراحه كويس، وهنلعب بعد الفطار وكل الكلام ده كله. احنا نحمد ربنا ان احنا ما لعبناش في الصيام زي كل فرق افريقيا اللي بتصطادنا في قصه الصيام ده واحنا صايمين. ولكن باذن الله ربنا بيوفقنا وربنا بيكرمنا وبنكمل، وباذن الله بنكسب. ماتش صعب جدا. ما تنساش بقى انك تنزل في 3 تقول لي
تقول لي توقعاتك يا بيه. يعني توقع كده النتيجه معايا. يعني انا توقعاتي باذن الله 1-0 1-0 للاهلي باذن الله باذن الله 1-0 للاهلي. نرجع من هناك منصورين منصورين باذن الله ونكسب 1-0. فانت يا ريت تنزل في التعليقات تقول لي توقعاتك لماتش الاهلي مع سيمبا يا برنس. سلام.